اهلا بيكم في فيديو جديد من محاضرات كورس مايكروسوفت اجر ادمنستريتور اكزام AZ 104 AZ 104. اتكلمنا في الجزئيات اللي فاتت في الستورج ولا زلنا بنكمل في التراك الخاص بالستورج وده من التراكات المهمه، وهنكمل مع بعض الجزئيه الخاصه بالستورج، والنهارده باذن الله هتكون الاخيره في الجزئيه الخاصه بالستورج. وبدايه من المحاضره الجايه هنبدا نتكلم في الاجر كومبيوت سيرفيسز. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الستورد اكسس بوليسي. بس قبل اي حاجه ما تنسوناش من الدعم، اللايك والشير والسبسكرايب، دعمكم بيفرق. والناس اللي بتستفسر على الكورسات اونلاين، الرقم الواتساب هيبقى موجود قدامكم على الشاشه دلوقتي، تقدروا تتواصلوا معايا مباشره، المواعيد كل التفاصيل. ولو حد عنده اي استفسار سيبوه في الكومنتس، او تقدر تتواصل معايا على اي وسيله من وسائل التواصل اللي موجوده تحت في الديسكربشن، سواء على الفيسبوك او على لينكدين او على اليوتيوب كومنتس. انا تحت امركم ان شاء الله باذن الله. ويلا بينا نبدا السيشن بتاعتنا. هنتكلم على الستورد اكسس بوليسي. احنا كنا بدانا على الاكسسنج بتاع الجزئيه الخاصه بالستورج اكونتس، سواء الكونتينر او البلوب او على الفايل شير او الكيو او التيبل، واتكلمنا على الاكسس كي. والاكسس كي قلنا ان ده بيدي فول اكسس على الستورج اكونت. بعد كده بدانا نتحكم شويه عن طريق الساس اللي هي الشيرد اكسس سيجنتشر. وعملنا الشيرد اكسس سيجنتشر اللي هو ان انت ازاي تقدر تدخل وتتحكم ازيد شويه في الجزئيات الخاصه بالاكسسنج على الستورج اكونت، وتقدر تحدد سيرفيسز او تقدر تحدد خدمات معينه تقدر تدخل عليها فقط، زي ان انت تدخل على البلوك كونتينرز او تدخل على الفايل شير او على الكيو او على التيبل. في الاكسس كي كان بيديك فول اكسس عليهم كلهم. ولكن كان في بالنسبه للساس او الشيرد اكسس سيجنتشر دي كانت بتعمل الاكسسنج دوت بيزد على كي. يعني الاكسسنج اللي بيتحط ده بيبقى بيزد على ايه؟ بيزد على كي. طيب الاكسس اللي بيزد على كي ده احنا محتاجين نعمل ايه بقى؟ احنا محتاجين ان احنا نغير في البرميشن. عشان تغير في البرميشن كنا بنتشينج الكي، فاليو ار ال بيتغير، فبالتالي بيفقد اي حد واخد الكي ده او واخد اليو ار ال ده بيفقد الاتصال. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل اكسسنج يعني بناء على الاكسسنج اللي احنا هنعمله ده بيزد على ستورد اكسس بوليسي. بنحط بوليسي معينه ونقدر نتشينج جواها اثناء الشغل بدون ما يتغير الكي 1 او كي 2، نعمل روتيت، وبدون ما يتغير الساس توكن او الساس يو ار ال. دي فكره الستورد اكسس بوليسي. تعالوا بقى نروح على البورتال بتاعنا عشان نقدر نكريت الكلام دوت. فانا هاجي هنا جوه البورتال هنا، هندخل على الكونتينر. جوه الكونتينر هنا كده تفتح هنا البلوك ستورج اللي احنا عملناه، البلوك ده هتلاقي عندك هنا اكسس بوليسي. فنيجي هنا على الاكسس بوليسي وهتقول له هنا اد بوليسي. الاد بوليسي مثلا نسميها read and write. فدي الاكسس بوليسي بتاعتنا read and write. انا هدي البرميشن بتاعي read واديله write. خلي بالك انا بس من الاكسس ده كده انا بديله ايه؟ read وبديله ايه؟ write. انا مش هديله ليست. خلي بالك من ده، انا هديله ريد وايه؟ ورايت. يقدر يقرا الملفات ويقدر يكتب في الملفات، بس مش هيعمل لها ليست، مش هيلستها قدامه. فانا هنا اوكي، نبدا نديله الستارت تايم والاكسلريشن ديت. مش مهم الستارت تايم قوي قد ما مهم لازم يكون في اكسلريشن ديت، ولكن تعالوا ندي ستارت وايه؟ واند. تقدر تكنترول الموضوع دوت هنا اهوت. اوكي، بعد ما كريتنا الشيء اللي هي الستورد اكسس بوليسي هتبدا تقول له هنا سيف. بعد ما عملنا السيف تعالوا نروح بقى نضيف من خلال الاكسس كي. فانا هاخد هنا الكونكشن سترينج بتاعت الكي 1 واروح على الستورج اكسبلورر، رايت كليك كده كونكت تو اذر اكونت، ستورج اكونت او سيرفيس. نيكست اديله هنا الكونكشن سترينج، هيضيف لي الاكونت بتاعي. عظيم جدا. طيب فين بقى القصه بتاعت الستورد بوليسي؟ الستورد بوليسي ليها طريقه وحيده ان انت تقدر تكريت كي بناء عليها من خلال الستورج اكسبلورر. هتيجي هنا على البلوب اللي انت عايز تعمل عليه الاكسس ده كده، رايت كليك كده وهتقول هنا جيت شيرد اكسس سيجنتشر. جيت شيرد اكسس سيجنتشر.
هنا هيقول لك shared access signature based on access policy. based on ايه؟ access policy. خلاص كله بقى ديل اهو، ادى نفس الايه؟ نفس الايه؟ البرميشن. هو كده خلاص اداني نفس الايه؟ البرميشن. طيب بعد كده تقول هنا create. ادي عندك اليو ار ال وادي الساس توكن. تعالى ناخد بقى اليو ار ال كده، نقول له هنا كوبي، وبعدين نيجي هنا على الستورج اكونت connect to other storage account، وهتقول له هنا blob container shared access signature URL SAS، ونضيف له هنا اليو ار ال. اوتوماتيك ضاف لي ده هنا اهو، نديله بس نيم stored access policy. next قول له هنا connect. فدي هنا فتح لك. خلي بالك بقى من النقطه ان هو ايه؟ مش مديله برميشن ان هو ايه؟ يلست. طب لو انا جيت ابلود فايل، خلي بالك اقول له هنا براوز، بعدين تعالى مثلا ابلود فايل از 104-1، واقول له هنا ابلود. خلي بالك بقى تحت اقول له هنا اوكي ستارتنج الترانسفير، بعد كده ترانسفيرنج، بعد كده دان. كده الترانسفير دان، ولكن مفيش ايه؟ مفيش ليست. طب تعالى كده نتاكد. لو دخلت هنا جوه الكونتينر جوه البلوك هتلاقي فين الملف ده ايه؟ اتضاف، ولكن هو انا مش مديله ايه؟ ليست. طيب المفروض ان احنا لما كنا بقى في الساس او في الشيرد اكسس سيجنتشر عشان تعدل على اي حاجه، كنا بنروح نعدل فين؟ بنروح نعدل في اليو ار ال نفسه، فبيتغير. طب هنبدا نعمل ازاي؟ نبدا نعمل ايه؟ هنروح هنا دلوقتي كده على الاكسس بوليسي اللي احنا كنا عاملينها دي اهي، تمام؟ وهتقول له هنا edit، وهتيجي هنا على البرميشنز وهقول له ليست. اديت له لو ايه؟ ليست. تقول هنا اوكي وتعمل سيف. انا ما عدلتش اي حاجه يا جماعه، انا عدلت بس فين؟ في الستورد اكسس بوليسي، في الاكسس بوليسي بتاعتي بس اهو، في الاكسس بوليسي اهو. تعال هنا ريفرش بقى يعمل ايه؟ ليست. انت كده بناء على ساس كريتنا اكسس كي اللي هو الساس توكن ده او الساس يو ار ال شيرد اكسس سيجنتشر، ولكن بيزد على اكسس بوليسي ان انا اقدر اكونترول الكلام ده. يعني انا دلوقتي برضه نفس الكلام، لو جيت اعمل ديليت كده رايت كليك واقول له هنا ديليت، بيعمل ديليتنج اهو. ما عملش ايه؟ ديليت، رفض انه يعمل ديليت لان انا مش مديله اكسس يعمل ايه؟ ديليت. فانا لو رحت تاني على الساس اللي هي الاكسس بوليسي بتاعتي وقلت له هنا اديت في البرميشن بتاعتي هنا، هبدا اديله ديليت. مجرد ما تديله ديليت تبدا تقول له اوكي هنا ما تنساش تعمل سيف، ما تنساش حضرتك تعمل سيف. عدلنا الكلام ده، اعمل ريفرش كده، تعالى عليها دي كده مثلا على 01 ده كده رايت كليك وهقول له هنا ديليت. هيبدا يعمل البرميشن الاكسس اهو ديليتنج بيعمل ديليت الملف كده ايه؟ ديليتد. فكده دلوقتي هو انت ليك الاكسس ان انت تابلود وان انت تلست وان انت تعمل الكلام ده كله وان انت تعمل ديليت. طب انا اديت له الاكسس ان هو يعمل ديليت، عايز الغي منه بقى خلاص هو عمل ديليت، اداني اديت له ديليت يعمل شويه في الديليت والكلام ده كله، عايز اشيل منه الاكسس ده تاني. فانت حضرتك ممكن تيجي تعمل ايه تاني؟ هنروح نفس الكلام بالظبط على الاكسس بوليسي وتيجي هنا تedit، وتيجي في الايديت اللي انت عملته ده كده وهديله همنعه ان هو يعمل ديليت. خلاص انا اديت له الاكسس شويه ومنعه ان هو يعمل ديليت، وبعد كده اعمل سيف. فانا كده بعدل هنا اوريدي من مكان واحد بتسمع في كل الحاجات. فلو رحنا تاني هنا دلوقتي كده على ده اعمل ريفرش، تعالى بقى اعمل ديليت لده، بص هنا عمل ايه؟ رفض انه يعمل ديليت، مفيش بيرميشن انه يعمل ديليت. كده احنا تقريبا غطينا معظم الحاجات في الجزئيه الخاصه بالستورج، بدايه من الكرييتنج بتاع الستورج اكونت والفايل شير والاذر فايل سينك والاكسسنج بتاعه البوليسي، وشرحنا الستورج اكسبلورر وازاي نستخدم الايزد اذر سي ال اي انت تعمل ابلود للداتا من السي ال اي، واتكلمنا على الاكسس كي والشيرد اكسس سيجنتشر والستورد اكسس بوليسي والبيست اون بيرميشنز. تقريبا غطينا معظم
حاجات مهم جدا يا شباب ان انت تطبق الكلام ده كله بايدك مره واثنين وثلاثه وتبقى فاهم بنعمل ايه، وتقدر تراجع الكلام دوت بالتفاصيل الممله، لان الاستورج من الحاجات المهمه جدا في الاجر وبنستخدمها تقريبا في معظم الحاجات. في جزئيه خاصه طبعا بالاستورج خاصه بالديسكس الخاصه بالفيرتشوال ماشين او بالاجر فيرتشوال ماشين، ودي ان شاء الله هنتكلم فيها من خلال الاجر فيرتشوال ماشين في الموديولز اللي جايه ان شاء الله باذن الله. احنا اللي فاضل لنا اللي جاي ان شاء الله باذن الله الجزئيه الخاصه بالكمبيوتنج والجزئيه الخاصه بالنتوركينج والجزئيه الخاصه بالباك اب والمونيتورنج. ان شاء الله الكورس هكمله للنهايه باذن رب العالمين، ان احيانا الله وقدر الله لنا اللقاء والبقاء باذن الله. يعني ان شاء الله باذن الله السيشنز اللي جايه هنتكلم فيها على الكمبيوتر سيرفيس اللي فيها الاجر فيرتشوال ماشين بكل تفاصيلها، وهنتكلم على الاب سيرفيس بكل التفاصيل بتاعها والكونتينر، وبعد كده نخش على الجزئيه الخاصه بالنتوركينج. بعد كده هنبدا نكمل الفاينلايزيشن بتاعنا، نفاينلايز الكورس في الجزئيه الخاصه بالمونيتورنج والباك اب. اتمنى ان انا اكون بقدر افيدكم. سامحوني على اي تقصير او تقصير في الفيديوهات، انا بحاول بقدر الامكان ان انا انزل فيديوهات والله العظيم يعني، ولكن ما تنسوناش من الدعاء، لا تنسونا من صالح دعائكم. بالتوفيق للجميع باذن الله، ربنا يوفقكم جميعا يا شباب. اي استفسار انا تحت امركم، اكتبوا لي في الكومنتس او تواصلوا معايا على اي وسيله من وسائل التواصل. بالتوفيق للجميع باذن الله، لا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمه الله